السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أمينة. وصفة اليوم اللي هي كعك النقاش، وصفة تقليدية جزائرية ومعروفة من زمان. نبداو نشوفوا المقادير. أنا عملت 3 كيلات فرينة بهذا الصحن، وأنتم يعني كيلو هنا بأي مقدار تحبوا، يعني سواء أكتر ولا أقل. المهم يكون يعني الكيل اللي تكيلوا به ما تكونش معمرة فرينة ياسر، تكون يعني ناقصة سبوع فرينة. نجيو هنا قرصة ملح حطيت، ومغرف فرينة، مغرف عفوا مغرف فاني، ومعاها ربع مغرف خميرة كيميائية، ونخلطو النواشف في بعضها. هنا زبدة بعد ما ذوبتها نزيدها، ومعاها بيضة كاملة يعني. قبل ما نخلط هذيك الزبدة مع الفرينة نحلو البيضة غير في الزبدة بيدينا مليح، ونلم هذيك الزبدة والفرينة. فوالا من بعد نزيدو لها مزهر، ونحاولوا نلمو هذيك العجينة. هنا لميتها بالزهر، وتبقاو يعني تزيدوا الماء غير بالعقل باش ما تجيش العجينة تاعنا طرية ياسر ولا ما تجيش يابسة. بعد نخليوها ترتاح هنا 2 سوايع بعد ما نلموها يعني مليح، وندخلوا هذيك المكونات في بعضها، يعني ما نخليوهاش ماشي نلموها وخلا، لازم ندخلوها في بعضها شوية العجينة ماشي نعجنوها، ونغطيوها بساشي ونخلوها تريح من نص ساعة حتى 2 سوايع ولا أكتر. هنا الغرس اللي كنت ديجا نقيته من قبل، أنا هنا عندي سمانة ملي عملت فيه القرفة وعجنته بالزبدة والمزهر وخبيته في الثلاجة. كي جيت راح نعمل الكاطو جبدته بقبل يعني، وعملته زدت طريته شوية بالمزهر وشوية زيت، وعملته كريات. هنا العجينة تاعنا ديجا ارتاحت بعد 2 سوايع كما قلت لكم، وعملتها كريات، ونبدأ نحل بالحلال بالكرية، نحلوها يعني هكا، ونجيبو هذيك الغرس ونعملو على شكل حربوش. فوالا، وندخلو هذيك يعني العجينة تاعنا ما نخلوهاش فيها الهواء، نديروه شكل هذا عن الجهة هذه، والشكل الاخر نعمل فيه فوهة ونقفلوها بين بعضها. نجيو هنا وننقشو بالكعبة، يعني لازم ما تخليوهاش تستنى هنا ياسر البنات، على خاطر كي تجيو راح تنقشوها ما تجيش ملاحة كي تخلوها تستنى ياسر تشيح العجينة هذيك من الفوق. ولا نقشوها يعني نقش رقيق. كعك النقاش معروف من زمان يا البنات، عند متوارث يعني منذ سنين طويلة عند أجدادنا وأمهاتنا، معروف منذ القدم. والوصفة الأصلية تاع كعك النقاش كانت بالدقيق والفرينة. فوالا هنا البنات نرجعوا للكعك تاعنا. هنا نحاولوا ننقشوه نقش رقيق، بعد ما ننقشوه ونكملوا كامل الكونتيتي تاعنا ندخلوه في الكوشة على بلاطو نكونوا حاطين فيه الفرينة ولا ورق الزبدة، ونطيبوه على نار خفيفة، يعني كل واحد كيفاه يحب يحمر، واحد يحبه أصفر. فوالا هنا طاب الكعك تاعنا جاء روعة، جاء هايل. يعني تحبوا تحمروه أكتر من هكا، أنا نحبه أحمر يعني طيب، ما نحبوش أبيض، كل واحد كيف ما يحب، ترجع ليكم هادي. وانا البنات نخليكم ما تنساوش الاشتراك على قناتي كي يصلكم الجديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.